إذن البكاء من صفات المحصوم والرقة والمحبة والمودة مودعة في قلب كل محصوم، في قلب كل نبي، بل في قلب كل مؤمن. كيف رسول الله لا يبكي؟ بكى رسول الله صلى الله عليه وآله مواطن بكى فيها رسول الله. بكى عندما رأى عمه الحمزة لما استشهد في معركة أحد، بكى رسول الله صلى الله عليه وآله على الحمزة وشهق شهقة. بعد لما رأى صفية تبكي على أخيها، بكى رسول الله، جلس عند صفية وأخذ يبكي على الحمزة عليه السلام. بكى على جعفر الطيار شهيد مؤتة، بكى بكاء شديدا. بكى رسول الله صلى الله عليه وآله على زيد بن حارثة أيضا شهيد مؤتة. بعد بكى رسول الله قلت لك على زيد بن حارثة لما زار بيته، استقبلته بنت زيد فبكى لما رآها، بكى رسول الله. بكى على ولده إبراهيم، قال له يا رسول الله مثلك لا يبكي. قال كيف لا أبكي، أنا بشر مثلكم وهذا ولدي فقدت ولدي. فإذا رسول الله بكى في مواطن عديدة. بعد أهم المواطن التي بكى فيها رسول الله بكى على الحسين. أنت شايف واحد يجي مولود، هسه قبل ما يولد الحسين، قبل ما يولد الحسين بكى رسول الله على الحسين. يقول جاءه جبرائيل، أتاه جبرائيل قال له يا رسول الله يولد لك ولد تقتله شرار أمتك شرار أمتك. يقول بكى رسول الله بكاء شديدا. قال له يا جبرائيل لا حاجة لي فيه. قال له لا، هذا المولود الإمامة فيه وفي ذريته. عاد عندها سكت رسول الله صلى الله عليه وآله. بعد بكى رسول الله عند ولادة الحسين. شايف واحد لما يصير عنده ولد مو يفرح؟ لا، رسول الله بكى. يقول جاءت صفية تحمل الحسين صلوات الله وسلامه عليه، لما رآه الحسين بكى بكاء شديدا. قالت صفية يا رسول الله أتبكي في مثل هذا اليوم؟ قال يا صفية إن هذا ولد تقتله شرار أمتي، لا تخبري فاطمة.